بالكاد تستطيع أم علي الجلوس على مقعد في المستشفى العسكري في بدارو، تبكي شهيدها علي البزال الذي فارقها منذ نحو 8 أشهر ليعود جثة. هنا المشهد لم يعد جديدا، نياشين وأكاليل ورفاق السلاح حضروا لتأدية التحية لبطل آخر حملوا النعش وساروا بخطى الواجب. الله معك يا شهيد، الله معك يا ماما، يا عمري يا علي، يا حبيبي يا ماما. إلى مسقط رأسه البزلية يعود الشهيد. الأهالي اصطفوا هنا والغصة كبيرة والكلام قد يكون لا يفي بغرض الوصف. على وقع إطلاق الرصاص ونثر الأرز والصراخ استقبل أهالي البزلية ابن البلدة. المحطة الأولى كانت في منزل الشهيد حيث مكث الجثمان لدقائق لينقل بعدها إلى حسينية البلدة حيث كانت الحشود بانتظاره وأيضا القوى الأمنية. هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، هو بيستحقها وهو مع أهل البيت وإمام الحسين وفاطمة الزهراء. بس بدي وجه علي مات بطل وأنا مستوقعية الشغلة لأنه مقوص من ظهره غادم وجايينه بوجهه. بس شغلة واحدة حوجه لهم إياها للي فوق، ما ادري يشوفوا وجه لوجه. بدي يشربوا كاسي اللي شربني إياه. أنا بعتز بكرامة ابني وبشرف ابني وبعتز بشهادة ابني، بس هن بده يموتوا في طيس. بدي احرق له قلبه على اولاده وبعدين موتوا لهالشي بالنحس. انا باول واخر بحمل المسؤوليه لا بطاقيه ولا عجينه لكل بت الحجيري، مثل ما ضوقون المار بدي ضوقهم المار. شو عمل لهم ابني؟ الله يفرج عن بعدهم، الله يفرج عنهم جاي الحبيب محمد. تسليم جثة علي البزال ربما بعثت أملا جديدا في نفوس أهالي العسكريين المخطوفين في خطوة قد تكون إشارة إلى استمرار المفاوضات للوصول إلى خاتمة سعيدة. هكذا انتهت قصة الشهيد علي البزال اليوم، صفحة يطويها اللبنانيون إلا هي أم الشهيد التي وإن بكت سيملأ عويلها ما تبقى لها من سنين.